السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه وتكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم بسبوسه بالسميده الرقيقه، بسبوسه بعصير اليوسفي، كتجي طوب طوب طوب، واحد اللذه لا تقاوم، وجربوها وعلى ضمانتي. هنا عندنا نص كيلو ديال السميده الرقيقه، السميد ديال البغرير اولا سميد الحلويات، عندنا كيس ديال الفاني وكيس ديال بيكين باودر، وعندنا هنايا تقريبا 2 كيسان ونص ديال عصير برتقال اليوسفي، 2 كيسان دائما ديال العنبه، عندنا كاس ديال السكر حبيبات اولا سكر سنيده، عندنا كاس ديال الزيت دائما بعبار العنبه، اي كاس قلت لكم كاس عرفوا راه كاس بعبار العنبه، وعندنا هنايا غناخذوا كاس ونص فقط ديال الماء، كاس ونص ديال الماء هنايا، وغادي ناخذوا واحد البيضه ان شاء الله بحراره المطبخ، وعندنا هنا الكوك ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نديروا يا اما غادي نديروا معلقه ولا 2 معالق ديال الكوك في الخليط، وما تبقى ان شاء الله غنخليوه للتزيين. وكذلك عندنا عصير اليوسفي مازال ما عصرتوش، ان شاء الله غنعصرو باش غادا نسقي البسبوسه ديالي من خارجه من الفران. اول حاجه ان شاء الله غادا نضيف السوائل، ومن بعد غادا نضيف يعني غنضيف البرتقال. هانتوما معايا طريقه التحضير، هانتوما معايا فيها. المهم كلشي تنديرو في الاول، نخلي غير السميده هي اللي غنديرها في الاخير ان شاء الله. درت اليوسفي، درت بيضه، درت الزيت، انا مقابله الخبز المخمار، دايره المخمار كيطيب داكشي علاش انا مقابله المقله ومقابله هنايا. المهم الا تاخرت عليكم بعض اللقطات ما تديوش عليا. كما قلت لكم هنا كاس ديال السنيده. المقادير ان شاء الله غنخليهم لكم في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت ان شاء الله الرحمن الرحيم. غنديروا تقريبا معلقه ولا 2 معالق ديال الكوك باش كتجي النكهه ديالها في النكهه ديالو في البسبوسه. وغنديروا واحد الكيس ديال الفاني، وغادي نديروا تقريبا عبار ديال كاس ونص ديال الماء. هنا تقريبا انا عندي 2 كيسان، غندير غير كاس ونص. الا واخا تجيكم جاريه بزاف ما تخافوش، واخا تجريوها كاع ولا بغيتو هاد تعوضوا الماء كذلك بالعصير ديال اليوسفي ممكن تعوضوا. بغيتو ديروا الليمون بوحدو ممكن ديروه بوحدو، غير هو ما ديروش الماء بوحدو لانها كتجي بنينه بالعصير ديال اليوسفي اولا عصير البرتقال عامه. انا قلت لكم انا ضفت الماء حيت ما عنديش الليمون يعني البرتقال كافي، عندي غير ندير فيها في العجينه وعندي باش نسقيها. هذاك الشيء علاش انا عوضت بالماء. ما بغيتو ديروا الماء ديروه. ما تنساوش واحد القبصه ديال الملح حتى هي ضروريه. انا راه رونت الدنيا مع زربانه وتنقديوك والله العظيم غير قبلوا على هاد البسبوسه هادي. المهم راه كتجي بنينه، ما ديوش على الطريقه ولكن راه كتجي بنينه، غير جربوها. المهم كندير واحد الخماره ديال الحلوى تنديرها في الاول قبل ما ندير السميد، وتنخلط مزيان باش تحيد داك الكويرات ديالها ما تبقاش مكوره ليا تما. تجي زوينه انا هاد البسبوسه والله العظيم اللي باقا عندي كتعجب والله. ومع انني بعض الخطرات راه كندير بلا عبار، بعض الخطرات كندير عيني ميزاني. انا دابا في البسبوسه غير بغيت نصور لكم المقادير، اما انا راه كندير عيني ميزاني. كيكه حتى هي كندير عيني ميزاني، يعني اللي تعود شي واحد يدير شي حاجه صافي راه كيتعود يديرها. ما صافي كتولي طايحه لي في ايدي، ما كيبقاش ضروري مقيد بالعبارات المهم كما شفتوا ها هي جاتني جاريه بزاف، ولكن انا هذه هي هذا الشيء باش كنديرها انا، كنخليها بحال هكا سائله. هذه بسبوسه سائله بعصير اليوسفي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو العنوان اللي غتلقاوه في الوصف اولا راك لقيتوه في الوصف. دابا ان شاء الله غنغطيها بواحد لوسيات كبير ولا شي غلاقه ديال الطنجره ولا شي حاجه، وغنخليها حتى تشرب مزيان. انا غادا نكمل الخبيز المخمار وغنجمع الكوزينه شويه ومن بعد غادا نرجع معاكم. المهم كما شفتوا خوتي خواتاتي انا تنهضر معكم وسمحوا لي راني عيانه شويه، لا جاكم الصوت ماشي هو هذاك. البسبوسه ديالي ها هي شربات من بعد ما غطيتها وخليتها تقريبا واحد نص ساعه. انا ديجا راني دهنه ليمول ديالي بالزبده ورشه عليهم السميده رقيقه. صافي تندير قياس ديال 2 معالق كبار، ما تفوتوهمش حيت كتنفخ مع ديك الخماره راه تتنفخ في الفران. صافي ان شاء الله ما حيت عندي هاد الليمون عندي غير 12 حبه ما عنديش كثار. ان شاء الله الا كتب عاد باغا نزيد منهم شي 6 اخرين حيت ديما تتشيط ليا العجينه. انا تتشيط ليا هذا الخليط ديال السميده ديما تيشيط ليا، يعني خاصني ضروري نزيد منهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا ان شاء الله غادا ندخلها للفران غادا طيب، وملي غادا طيب ان شاء الله غادا نرجع معاكم.
المهم كما كتشوفوا خوتي خواتاتي انايا البسبوسه ديالي طابت، جات زوينه وجات واحد الريحه زوينه خارجه من الفران وهي تطيب. دابا ان شاء الله ما حتى سخونه غادا ندهنها، ماشي غندهنها غادا نرشها، غادا نسقيها بالعصير ديال اليوسفي بوحدو لا اقل ولا اكثر، وخليوها عاوتاني واحد شويه غير واحد 5 دقائق وعاودوا عاوتاني سقيوها. يعني سقيوها على 2 خطرات كتجي طب طب، وانا اللي كلاها عندي كتحمقوا وتياخذ المقادير ديالها الصراحه. المهم انايا دابا راني كنرشها الرشه الاولى ومن بعد نعاودها. المهم كما كتشوفوا خوتي خواتاتي من بعد ما صافي كملت انا دابا تنكمل الماء تبقى ليا، غادا نبدا ان شاء الله نزينها هنايا في هذا الطبسيل هذا. هي سقيتها المره الثانيه، غنبدا مباشره نزينها ونحطها في طبق تقديم. انا بغيت ندير لها هذه الطريقه هذه ولكن ما شداتش، كانت شربات مزيان البرتقال ما شداتش. المهم انا غادا نرشها هكا بالكوك صافي ان شاء الله نقدمها لكم في طبق التقديم هو هذا نيت اللي تنحط فيه دابا. والمهم خوتي خواتاتي ما تنسونيش دائما وابدا من لي لايك ديالكم، التشجيعات ديالكم في الصراحه اللي كتزيد بيا القدام، وما حد نيت نشوف التعاليق ديالكم الزوينه ولي لايك ديالكم على لي فيديوهات ديالي. كنزيد نصور لكم واخا تكون كيكون المورال طيح، كنزيد نصور لكم ونزيد كنبغي نصور لكم اي حاجه كنبغي نصورها لكم اللي غادا تنفعكم وهذا. المهم جربوا هاد البسبوسه وردوا لي الخبر في التعاليق، الصراحه طب وجربوها بالبرتقال ديال اليوسفي. انا بصراحه ما صورتش لكم البرتقال. المهم اليوسفي راه معروف، البرتقال اليوسفي راه معروف في المغرب. ديروها ولا الاخوان المصريين تيقولوا الاستفندي ولا مع الاستفندي والله ما عرفت شنو كيقولوا لي بحال هكايا. الاستفندي يمكن. صافي وتا هو هذاك هو اليوسفي عندنا حنا هنا في المغرب. صافي هذا هو الشكل ديالها، كتجي بحال هكا زوينه، كتجي فتيه وكتجي رطبه والمذاق لا يقاوم. صدقوني وجربوها على حسابي. يلا خوتي خواتاتي ما نطولش عليكم بزاف، وان شاء الله كنتمنى الفيديوهات ديالي اللي كنقدم لكم تنال الاعجاب ديالكم، وخليوا لي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم. باي باي اغلى ناس. عطيتك قلبي هديه وانت كتمثل عليا، عمري ما كنت انانيه، عاشقه ودايره النيه، وليتي ليا تعادي، نادي عليك وانت غادي، كنت فاهم وما كان دادي وانت في تقلع.